رفضوا ينزلوا التمرين. ده شيكابالا بيه طلع بقى التلفزيون السعودي مش لاقيين اصل احنا غلابه، طلع ميتهم هنا، ده انا اللي هطلع امك، ده كذاب كذابك مضطرب. ولما عملوه كلب ومشوه في الشارع انا اللي رفعت له قضيه. تعال السفنه الواطيه المجرمين ولاد الادب اللي هتفوا ضده شيكابالا قول له الحق ادم ابنك ولا لا؟ انا قلت هو هيعمل ضدهم هم اللي هم سفله عشان انا اللي دافعت عنه. قلت له العيال البلطجيه دي مش هسيبهم، هعمل بلاغ. انا مش مصدق طبعا، حاجه مش كده، مش طبيعي. انا اللي هتفت الهتاف القذر ده ما عملش بلاغ، بس انا اللي دافعت عنه. يوم العيال لما راحوا المقابر مع ده لسه يا ابني اسمعني، ده احنا لسه جايين له دلوقتي. الملف كبير. كذاب متآمر ناكر الجميل. يا ماما انا ما بطلعش من البيت من ساعه ما عرفت انه عامل بلاغ. يا ابني اعمل بلاغ ضد اللي هتف وقال له الكلام القذر ده. ايه بقى اللي حصل؟ انا بعت لما رفع القضيه، انا مش موجود بقى في النادي، لحسين لبيب الاتي. الواد مستند لحاجتين. الحاجه الاولى بيقول انا ما بتكلمش عربي، انا بتكلم ايه؟ فرنساوي. قلت له يا حسين العقد عندك مكتوب بايه؟ بالعربي. مكتوب ايه؟ بالعربي. ما نجيبه تاني اهو، كان هنا دلوقتي. العقد مكتوب بالعربي، قدمه. عايزين نخسر قضيه. العقد اهو كان معانا دلوقتي مكتوب بالعربي، بس احنا عايزين نخسر قضيه عشان نشهر بمرتضى منصور اللي هو سيدك. اللي هو سيدك انت والعيال اللي معاك دول كلهم. قلت له قدم العقد بالعربي ووضع عليه اهو. ادي واحد، اتنين، ادي فويس، اتنين، تلاته، بصوته بيتكلم عربي، بيستأذني انا وامير برضه سيدك اللي كان بياخد بطولات، اللي قعدتوا تشتموه، بياخد سمساره هو يشتريك. يعني هو ياخد سمساره مليون جنيه وابوه متبرع ب 200 مليون. بلاش قله ادب بقى، بلاش قله ادب، ده ربنا بيجازيكوا دلوقتي يا سفله. ادي اهو حسين لبيب زي ما بعت له اشمون كده. قلت له قدم العقد بالعربي وقدم الايصال اللي هو بياخد بيه الفلوس. هو حافظ المستند بياخد بحافظه بالعربي، مكتوبه بالعربي. لسه صاحب النوم يا ابني. انت جاي منين؟ فين؟ انت جاي منين؟ فين؟ موجود فين؟ هو كنت نايم في الاوضه اللي جوه. لو جاي بتتمشى واحده واحنا مستنيين سيادتك يا جماعه العيد من اول وجديد عشان الباشا. حته شيكابالا بس. ما تقولش القرف ده دلوقتي. مين المقرف ده؟ مين المتآمر ده؟ قول تاني اهو، مين الكذاب ده؟ اوريك ازاي انه كذاب. ودي الفويس يا باشا ما بعتوش. طب ودي العقد بالعربي لا ما بعتوش. طيب طب تالت حاجه ايه؟ تالت حاجه نبهنا على الدكتور محمد اسامه، ممنوع تبعت اي كلام للولد ده بالواتس، لان الواتس غير معترف بيه ايه؟ دوليا. راح باعت الواد، راح ماسك الحاجات دي كلها ولا مؤاخذه فشخ النادي. يبقى دول على مين؟ يبقى مين المسؤول؟ هما. انت تحاسبني لو انا تاني فساد او اهمال. انا خدت جميع الاجراءات بالفواتير، بالانذارات، بتقرير الاطباء اللي هو رافض يعمل، كل ده وديته خلاص ومشينا. هل انا بقعد على باب النادي واسيب بقى مكاتبي اللي انا سايبها بقالي سنين واقعد على باب النادي؟ اصل الموضوع هو مرتضى، اصل الموضوع مش هو لا يا ابني انت وهو، لا يا حبيب مامتك. يبقى البيان اللي انت عملته بتاع الارض اهو وريتك 2020 اخر واحد عامله انا ومشيت، ولا برضه هنام قدام باب النادي؟ الثاني يا شمونج اهو، الثالث خالد ابو طيب اهو.
مش عايز اسمع صوتهم تاني. ولو فيهم راجل وانا داعيهم زي ما انا داعيهم يجي يرد عليا يقول لي انت بتكذب. وخليكم نايمين يا اعضاء جمعيه عموميه، خليكم نايمين، والله انا مبسوط انكم نايمين. ملايين ومليارات بتهدر وخليكم نايمين يا جماهير. خليكم نايمين. اوعوا تفتكروا ان الصندوق اللي هو اللي اسمه الفيسبوك دون ولا اليوتيوب دون هيحرر النادي بتاعكم. اوعوا تفتكروا كده. ده صندوق مقفول. اوعوا تتكلم من 100 سنه. والنتيجه زيرو. مش هنمشي. انا في الاخر هقول لكم ارقام تليفوناتهم كلموهم. بس كلموهم بادب. يمكن يخلي عندهم دم، كلام بجد. يخلي عندهم دم ويمشوا. ما هو لو مليون واحد كلموهم مش هيردوش، التليفون هينفجر. بس ممكن نتكلم بادب يعني. مين الصندوق كان نازل قبل كده من كام يوم قال ان هو في ان هو سدد مبلغ من المديونيه. من الصندوق صرح باحمد امه. اوريك انه كذاب. ما فيش دكتور ولا خرج عشان ابوه. اوريكم انه كذاب دلوقتي. ما تصبري. كنت شايلها في مدارسه. ما في بنت صايعه اللي كانت بتشتمنا، ها، صاحبة البيت آية بقه دي. اوريكم صورتها دلوقتي. هرد دلوقتي. ما عندناش حاجه نخبيها. احنا بقى ناخد راحه. ايوه 5 دقايق. عايزين نسال طبعا المستشار. لا عايزين نهدى بس. اقول راحه هاخد 5 دقايق. عايز يبان طيب. ماشي اتفضل. ماشي يلا خدوا راحه بقى شويه كده. يلا كان بس مطش. يلا. اللي نط من المقصوره عشان يضرب مدير الامن في الامارات اللي هم مستضيفينهم، انما ده خدام شيكابالا. بص الافندي ده خرا بيسيب الدين للحكم. بص بلطجي بتاع شيكابالا بيسيب الدين للحكم. هو ده نادي الزمالك الجديد، واخدينه بالعافيه. هاتوا من الاول. سمع مصر وهو بيسب الدين. اهو يعني عندنا ام الحكم. هو ده خدام بيسب دين ام الحكم. هاتوا بقى بينط في حد هو بينط بيضرب المدير الامني هناك في الامارات. نادي ايه؟ ده احنا في مصيبه. هاتوا يا ابني هو بينط. قاعدين في المقصوره. خدام شيكابالا. جاي لك دلوقتي يا شيكابالا. جاي لك ما تقلقش. في الامارات قاعد باشا في المقصوره. ما هو شيكابالا حاكم النادي، مش دلدول عباس. مش اللي كتب على البوست بتاعه كتب صفحه ان انا كذاب والحجز مرفوع وبضحك على اللعيبه، وجبت له جواب حطيته في عينه ان الحجز موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. طبعا فيديو النهاردة مهم جدا جدا. هنتكلم طبعا على نقطتين. النقطة الأولى هنتكلم على رد فعل المستشار مرتضى منصور على بلاغ شيكابالا المقدم ضده. النقطة الثانية هنتكلم عن ترتيب الدوري المصري بفارق النقاط ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، وهنتكلم عن المباريات القادمة وعن الفرق ما بين كل نادي ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز. تمام، خلينا كده نبدأ. في الأول طبعا المستشار مرتضى منصور وصف شيكابالا بأن هو يعني جاب الخسارة لمصر كلها مش بس الزمالك، واتهمه كمان بالهروب من أندية أوروبية وتسبب في غرامات على النادي. طبعا في المقابل طبعا شيكابالا يعني مسكتش وقدم بلاغ رسمي يتهم فيه مرتضى منصور بالسب والقذف والتشهير، وارفق مقاطع طبعا فيديو وتصريحات موثقة.
النيابة العامة بدأت التحقيق طبعا في بلاغ شيكابالا، وتم استدعاء الطرفين لسماع أقوالهما. القضية قد تأخذ منعطفا قانونيا جديدا، وقد تؤثر على مستقبل الطرفين داخل النادي اللي هو طبعا نادي الزمالك. فزي ما سمعنا طبعا رد فعل المستشار مرتضى منصور على البلاغ المقدم من شيكابالا ضده. تمام. والتفاصيل طبعا يعني لو حابين تسمعوها كاملة بتلاقوها طبعا على السوشيال ميديا، التفاصيل الكاملة. فطبعا يعني مش عارفين هل نعتقد أن هناك فرصة للصلح بين الطرفين، مش عارفين. طبعا ده كان اللي هو الخبر، اللي هي النقطة الأولى اللي هو رد فعل المستشار مرتضى منصور على بلاغ شيكابالا المقدم ضده. تمام كده خلصنا منها. هندخل بقى على ترتيب الدوري المصري 2024-2025. يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 55 نقطة من 24 مباراة، حيث حقق 16 فوزا و7 تعادلات وخسارة واحدة، وسجل 46 هدف واستقبل 18 هدف. في المركز الثاني يأتي بيراميدز برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، نفس برضو الأهلي 24 مباراة بفارق نقطتين فقط عن الأهلي، مما يجعل المنافسة على اللقب مشتعلة وقوية طبعا. أما الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، مع 9 انتصارات و5 تعادلات و3 هزايم، وسجل 30 هدف واستقبل 16 هدف. أما طبعا البنك الأهلي فهو في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، يليه المصري البورسعيدي ب36 نقطة، وسيراميكا كيلوباترا ب34 نقطة. أما في قاع الترتيب نجد فرقا مثل بتروجيت وحرس الحدود تكافح للهروب من منطقة الهبوط. أما بقى طبعا المنافسة على اللقب، فهي المنافسة ما بين الأهلي وبيراميدز على أشدها، حيث يفصل بينهما نقطتين فقط. أما الزمالك فهو يسعى للعودة للمنافسة، ولكن الفارق في النقاط يجعل مهمته صعبة. أما طبعا المباريات القادمة ستكون حاسمة في تحديد البطل، خاصة المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة. في الجولة القادمة ستقام طبعا مباريات مهمة جدا، اللي هي البنك الأهلي هيلعب طبعا مع المصري البورسعيدي، وبتروجيت ضد الزمالك، سيراميكا كليوباترا ضد حرس الحدود. هذه المباريات 3 مباريات دول، البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، وبتروجيت مع الزمالك، وسيراميكا كليوباترا هيلعب طبعا برضه ضد حرس الحدود. فهم ال3 مباريات دول هيغيروا ملامح الترتيب، خاصة في المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية ومناطق الهبوط. فبرضه خلينا نتكلم عن موعد مباراة الأهلي القادمة. فيعني هذه المباراة يعني هتكون حاسمة في تحديد بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025. الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 55 نقطة زي ما قلت لكم من شوي، ويحتاج للفوز أو التعادل لضمان التتويج باللقب. في المقابل بيراميدز يلاحق الأهلي بفارق نقطتين، ويأمل في تعثر الأهلي لتحقيق اللقب. طبعا مباراة الأهلي القادمة هتكون مع فاركو يوم الأربعاء القادم 28 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي. طبعا الأهلي يعني قدم أداء قويا في المباراة الأخيرة، حيث فاز على البنك الأهلي بنتيجة 2-1، وسجل وسام أبو علي هدف الفوز في الدقيقة 90 الدقيقة السادسة في الوقت بدل الضايع. من جهة أخرى فاركو يسعى لتحسين مركزه في جدول الترتيب، وقد يكون خصما صعبا في هذه المواجهة. أما طبعا المباراة، القنوات الناقلة ستنقل المباراة عبر قناة اون تايم سبورت، النقل الحصري للدوري المصري الممتاز.
التوقعات تشير إلى مباراة مثيرة، حيث يسعى الأهلي لحسم اللقب وفرقه لتقديم أداء قوي أمام البطل المحتمل. وما ننساش طبعا إن بكرة معانا مباراة مهمة جدا يوم السبت الموافق طبعا 24 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الكلية الحربية. المباراة طبعا ما بين الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز. هل سيتمكن الزمالك من تعزيز موقعه في سباق اللقب؟ دعونا نكتشف التفاصيل. هذه المباراة تأتي ضمن الجولة الثامنة من المرحلة الثانية مجموعة حسم اللقب من الدوري المصري الممتاز. الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة زي ما قلت لكم برضو من شوي، ويسعى للفوز لمواصلة المنافسة على اللقب، خاصة في ظل تقارب النقاط مع الأهلي وبيراميدز. طبعا الفرق في النقاط ما بين الأهلي وبيراميدز بس نقطتين. الزمالك طبعا قدم أداء متذبذبا في المباراة الأخيرة، حيث يتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 2-2. من جهة أخرى بتروجيت يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب. المواجهة ستكون اختيارا حقيقيا لطموحات الفريقين. طبعا ستنقل المباراة عبر قناة اون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز. التوقعات تشير إلى مباراة مثيرة، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة، بينما يطمح بتروجيت في تقديم أداء قوي أمام أحد كبار الدوري اللي هو طبعا الزمالك. فكده طبعا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله ربي يعجبكم. ما تنسوناش باللايك، الاشتراك في القناة. وده كان فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.